حبايب قلب الجمال، اتكلمنا قبل كده عن الفرق بين الحب والإعجاب. طبعا كلنا فاكرين، او انتوا مش فاكرين بقى مش عارف، فرق كبير قوي. احنا النهاردة هنتكلم عن ازاي تعرف اللي بيحبك بيحبك ولا لا، وهو يعرف انت بتحبه ولا لا. عشان اصل الطلاق الكتير ده عشان انتوا بتبقوا تعجب تتجوز، لا ما وصلتش لمرحلة الحب. الحب هو يا سيدي الفاضل ويا حبيبتي يا سيدتي الجميلة، هو انه اول ما بنبدا كده المرحله بقى بعد ما عدينا مرحله الاعجاب، هنبتدي نتكلم بقى في الجواز والحكايه دي. لحظة من فضلك وافهم اللي هقوله لك. دخل عندك البيت جايب لك هدية حلوة من اللي انت بتحبيها. هنا وصلت الحاسة الستة. من غير ما يسألك جاب لك الحاجة اللي انت بتحبيها. وانت سعادتك اول ما دخلت كده وراسم بقى داخل تتكلم وبتاع، فبصيت لقيتها جايبه لك الحاجة اللي انت بتحبها، حتى لو نزلت اشتريتها من الشارع. يعني انت بتحب الفيروز ما بتحبش الشاي، ما بتحبش الشاي بتحب القهوة، بتجيب لك جابت لك الحاجة اللي انت بتحبها. ده اول المبدأ، دي بقت في بينكم الكيمياء بتاعت الحب. تعالى بقى خدتها وانجشتها كده واتمشيتوا بقى على الكورنيش او اي مكان صحراء كان او بستان، لقيت واحد بتاع بطاطا، واحد بتاع ترمس، واحد بتاع جيلاتي، الجماعة البياعين اللي بيبقوا في الشارع دول، واحدة بتاعت ورد وهي نفسها في الورد. يعني المهم اللي انت نفسك في الجيلاتي وهي نفسها في البطاطا، يبقى انت كده مفيش كيمياء مفيش حب. انما لو انت نفسك في الجيلاتي وهي نفسها في الجيلاتي ورحت رايح عشان تجيب لها جيلاتي، قالت لي انا نفسي في الجيلاتي، كده وصلتوا انتوا الاتنين لمرحلة الكيمياء اللي بتفكروا في حاجة واحدة في نفس الشيء. هو ده الحب، خد بالك دي هتعيش معاك حياة جميلة، وهو نفس القصة هيعيش معاكي حياة اجمل، لان انتوا وصلتوا لمرحلة ايه؟ انك بتفهموا بعض من غير ما تتكلموا. حتى بالعين. انت عايزة حكاية هتبص تلاقيه هو رايح عليها دين جابها لك، وانت نفس القصة. نهاركو جميل، نهاركو سعيد، وخد بالك من الحب والإعجاب عشان تعيش حياة أفضل، ونسبة الطلاق دي تخف شوية، لحسن انتوا جننتوني وجبتوا له الهس هس.